لما يبقى عندك رئيس زي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لازم تدعمه، ولازم تحبه، ولازم تفتخر بيه وتخاف عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين قناة مصر وطني. يا رب حضراتكم تكونوا بخير جميعا من الداخل والخارج. كل سنة والشرطة المصرية بألف خير وصحة وسعادة وسلامة. والشعب المصري والجيش المصري كل القيادات المصرية بمناسبة الذكرى ال 74 لعيد الشرطة. حضراتكم شاهدتوا بالأمس كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء احتفاله بعيد الشرطة ال 74، وكان بتاريخ 24 يناير 2026. وجه كلمة قوية جدا أو أكتر من كلمة. أولهم كانت أنا مش بقوي وزارة الداخلية أو الجيش المصري لحمايتي أنا شخصيا، ولكن أنا بقوي المؤسستين دول، الشرطة المصرية أو الداخلية المصرية والجيش المصري، لحماية مصر وشعبها. وكلنا نتفق على الكلام ده، وكلام يحترم جدا وما يطلعش إلا من رئيس محترم وخايف على بلده. دي الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية وبالنسبة لي أهم، لما وجه كلمة طبعا لكل المناصب اللي كانوا موجودين أثناء كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاعة، وعلى رأسهم السيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الداخلية المصري السيد اللواء محمود، وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، وآخرين كثير من المسؤولين كانوا متواجدين في القاعة. ولكن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت أثناء كلمته كالآتي: اللي مش قادر يحمي المؤسسة بتاعته، ويعرف المؤسسة بتاعته بتشتغل ازاي، ويعرف فيها ايه، ويعرف امكانياتها ايه، ويعرف قدراتها ايه، ويعرف اللي تحتيه بيشتغل لصالح الدولة والمواطن المصري، يسيب المنصب، يرحل، يعتذر، ونجيب غيره يحل محله ويعرف المؤسسة بتاعته ماشية ازاي. وبص على السيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال له: مش صح كده بدر، معلش هي جت فيك انت. ولكن الكلام ما كانش للسيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالصفة فردية، ولكن كان بالصفة عامة. دي قدرة الرئيس المحترم اللي بيحمي الدولة وبيصون الدولة وبيخاف على الدولة وبيخاف على شعب الدولة، ويتمنى ان يطلع بينا لمرحلة يعني غير اي حد ممكن يتوقعها ويعجلها في دماغكم كده. هو يصعد بينا للمرتبة الاولى ما بين الدول. لكن عايزين احنا الناس اللي تحتيه تساعد في كده. يعني ما ينفعش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني وتيجي ناس تاني تحتيه تهد. ده كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: انا مش هتعب عشان كلنا هنوقف قدام ربنا وهنتحاسب. انا مش هتعب وابني وانت تحت مني تهد، لا، هتبني معايا وهتساعد معايا، هنكمل مع بعضينا. مش هتبني وتحاول الهدد، لا، انا ههدك انت وهشيلك خالص وهجيب مكانك اللي يعرف يبني ويساعد معايا. فلما يكون عندك رئيس بقوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتخر بيه وتمسك بيه وخاف عليه، وربنا يحفظه ويبارك فيه. وتحياتي واحترامي لكل متابعين قناة مصر وطني. حفظنا وحفظكم الله جميعا من الداخل والخارج، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.